بالآخر أنا أتفق مع ضيفي الكريم وضيفك الكريم عفوا من لندن بأن يعني الأسلوب القسري والتعسفي بضم الجنوبيين إلى الدولة الحالية ما يسمى بوحدة اليمن بهذه الطريقة بسبب حرب عام 1994 ولد نقمة شديدة لدى الجنوبيون أصحاب الثروة وأصحاب النفوذ وأصحاب الموقع الجغرافي الممتاز لم يحصلوا على ما كانوا يظنون من هذه الوحدة، وبالتالي هم الآن منذ عام 1994 وإلى يومنا هذا يفكرون جديا بالانفصال عن هذه الوحدة اليمنية. أنا أتفق مع ضيفك الكريم من لندن بأن الجنوبيين في طريقهم للاستقلال شاء اليمنيين أم أبوا، لأن الجنوبيين يعني بسبب القسوة والاضطهاد هم جاءوا برغبتهم إلى الوحدة مع الشماليين، ولكن الشماليين تنصلوا له ونكلوا بهم وأهملوهم ولم يعطوهم حقوقهم، وبالتالي هم تواقون إلى العودة إلى دكتور سعدون. نعم الظلم عم الشعب اليمني بأجمعه، ولكن الطموحات الشخصية لبعض الساسة الجنوبيين التواقين لإيجاد نظام سياسي ودولة السابقة التي كانت موجود. هذا لا يعني أن التغيير الذي سيحصل في قادم الأيام بأن الجنوبيين سوف يقبلون بالتعايش السلمي مع الشماليين، لأن دولتهم ليست وليدة يعني قبل عشرات السنين كانت موجودة ثم اختفت، وبالتالي سوف تعود.